اللي هقوله لك ده مش خيال علمي، ده حصل بجد. في امريكا شركه اسمها نيورلينك مملوكه لايلون ماسك زرعت اول شريحه الكترونيه جوه دماغ بني ادم، واللي حصل بعدها كان مرعب. الراجل ده اسمه نولاند اوربوغ، اتشل بسبب حادث، لكن بعد عمليه زرع الشريحه بدأ يتحكم في الكمبيوتر بس بعقله، مش ماوس مش كيبورد، عقله اللي بيحرك المؤشر. في مايو 2025 واحد تاني جرب الشريحة، ومش بس عدل كلمات بصوته باستخدام الذكاء الاصطناعي، ده كمان عدل فيديو كامل بمخه. والأغرب كمان إن هم سموا الشركة بأسماء غريبة توحي بالتخاطر وتحريك الأشياء من غير لمس. هم مش واقفين عند فكرة العلاج، دول بيحاولوا يتحكموا في عقلك حرفيا. طب السؤال هنا، هل ده علم نافع ولا بوابة لحاجة أخطر بكتير؟ احنا كمسلمين نؤمن ان العقل ده امانة من ربنا، وان التحكم في الناس او غسل العقول مش بس خطير، ده كسر الكرامة اللي ربنا خلقنا بيها. وفي حديث مرعب عن المسيح الدجال اللي هيجي معاه قدرات تخدع الناس، هيقول للناس انا ربكم، ومعاه جنة ومعاه نار وبيشفي المرضى، وبعض الناس هتصدقه. مش يمكن ده تمهيد؟ مش يمكن ان الشريحة ديت لو وقعت في ايد حد غلط تتحول من علاج لسيطرة؟ خلاصة، العلم بيتطور بسرعة، بس الوعي والإيمان هم اللي هيحمونا من الغلط. احفظ عقلك وخليك دايما صاحي، لأن مش كل جديد مفيد ومش كل تقدم بريء. هل شايف إن زرع الشريحة خطر ولا خطوة طبيعية للعلم؟ سلام.